البطل التونسي فارس فرجاني يهدي تونس والعرب أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024 بعدما حقق فضية سلاح السيف العربي ضمن منافسة المبارزة. وتوج فرجاني بأول ميدالية أولمبية في تاريخه بعدما خسر نهائي أمام الكوري الجنوبي سانك يونغ بنتيجة 11-15 رغم مردوده المتميز خلال الفترة الثانية من النزال. فارس فرجاني من مواليد 22 جويلية 1997، ولد بتونس العاصمة، مبارز سيف اختصاص فردي سيف عربي، وهو كذلك أخ المبارز محمد أيوب الفرجاني. وزن 68 كيلوغرام، طول 1.79 متر. كانت بدايته مع نادي مستقبل أريانا منذ سنة 2013، وفي مسيرة البطل التونسي عديد الألقاب. مرتبة رابعة في الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب بدولة الصين سنة 2014، كذلك بطولة إفريقية سنة 2015 في العاصمة المصرية القاهرة، ميدالية فضية في السيف العربي للفرق رجال، كذلك ميدالية برونزية في فرد السيف العربي للرجال. كذلك في نفس السنة الألعاب الإفريقية 11 التي أقيمت في برازافيل بجمهورية الكونغو، ميدالية ذهبية في فرد السيف العربي للرجال وميدالية فضية في السيف العربي للفرق الرجال. أما على المستوى الوطني توج بالميدالية الذهبية.